السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. فيديو جديد من قناة يوميات ماما عمر شانل. لو لسه اول مرة بتشوفني يا ريت تشترك في القناة وتعمل لايك للفيديو عشان ينتشر. عملنا العيش الفينو في البيت باسهل طريقة. عملناه ازاي؟ يلا نشوف الطريقة. جبت خميرة من اللي هي البيرة مش اللي هي الفورية، وحطيت عليها معلقة دقيق، وحطيت عليها معلقتين من السكر، وعجنتهم بمية وسبتهم يخمروا لحد ما وصلت معايا المرحلة دي. انا كده كنت بعمل اختبار للخميرة. اول ما لقيتها نجحت معايا رحت جايه بدأ في العجين. ماشي، انا بنصح بالخميره ديت عشان خاطر الخميره الفوريه ساعات ما بتكونش مظبوطه وساعات ما مش تنفش معايا العجينه، فدي بتبقى مضمونه اكتر. جبتها بقى دي، جبت كيلو دقيق زي ما انتوا شايفين كده، ورحت جايه حاطه عليها الخميره اللي انا قلت لكم عملت لها اختبار، وبدات اعجن بميه دافيه. ديت اسهل طريقه انك تعملي بقى العيش الفينو في البيت. بعدين احنا بنجيبه في الفرن بيكون خفيف خالص، ما يعني ما بيشبع، مش بيشبع بمعنى اصح يعني. فبالطريقه ديت انتي بتضمني ان هو العيش يكون محمل معاكي ويشبع، وطريقته سهله. وليه نجيبه من بره لما احنا ممكن نعمله في البيت باسهل طريقه؟ انا زي ما انتوا شايفين كده بدات احط الميه شويه بشويه، زي ما انتوا شايفين كل ما الاقي العجينه بتاعتي هتعوز ميه بروح جايه نازله بيها، مش حطيت كميه الميه يعني مره واحده. عشان وبعدين كمان عايزه العجينه بتاعتي مش هتكون ملمومه قوي زي ما احنا عملنا للفطير. لو انت شفت فيديو الفطير هتشوف العجينه الفرق بين الاتنين. انما العجينه ديت انا عاوز تكون ملزقه، يعني مش تكون لمه زي ما انتوا شايفينها كده، انا عايزاها تكون لسه بتلزق في ايديا. بعدين هنعمل فيها ايه؟ هنجيب بقى ربع كوبايه من الزيت، بس يا ريت يكون زيت نضيف زي كده، ونلم بها العجينه. ليه قلت لكم ان تكون ملزقه؟ عشان كده كده هتتلم معايا في الزيت. الزيت ده كده بيلم من العجينه، وبيساعد برضو العجينه انها تبقى هشه من جوه. العيش اللي فيه طلع معايا بصراحه يا جماعه، طلع محمل كده وطلع هش، مش طلع خفيف زي اللي احنا بنجيبه من بره. يعني احنا بنجيب اللي بره الرغيف يا دوبك قطمه واحده ونلاقيه فضي خالص يعني هوا. انما دوت هتلاقيه كده مليان ويعني شبعك وانت بتاكله وبتاع. لميته كده بالزيت وهسيبه يرتاح زي ساعتين. انت عارفين طبعا احنا في شتاء فالعجينه بتاخد وقتها، لو في الصيف هي ممكن ساعة واحدة بس. دي كده بعد ما قلتلك سبتها ساعتين تخمر، شايفينها ما شاء الله. يا دوبك انا بس هلمها كده بايديا. تمام. ومش مش هلفها جامد ولا حاجة عشان مش هفضل الهواء اللي فيها، عشان انا عايزة برضو الهواء اللي فيها عشان هيساعدني بعد كده. المها كده شوية وبعدين اروح اجيب الصينية دهنها من الزيت. تكون انت برضو ولعت الفرن كده عشان يسخن معاكي، عشان برضو لما تدخلي العيش يروح جاي منفوخ على طول ما ياخدش وقت وكده. دهنت الصينيه سمنه او زيت، عفوا. واحط برضو شويه على ايديا كده. احنا عملنا فيديو الفطير وطلع معانا، شايفيننا كان طالع معانا عامل ازاي. كان طالع مورق، وكان طالع سايح كده في السمنه وطري، والوش بتاعه مقرمش وكان تحفه. اللي ما شافش فيديو الفطير يخش على القناه ويشوفها. انا كورت كرة كده زي قد الاستفندية. ماشي. ومش هسيبها تركن غلط، انتي اول ما تلف الكرة كده تروحي جايه عاملاها لفها رول على طول. انا كنت هنا طبعا جايبه الترابيز ديت انا مسحها كويس عشان خاطر طبعا العجين مش يحصل له حاجه معايا. اهم حاجه الاكل دي تكون منضفه لها الحته قوي. انا او زي ما وريتكم كده انا كورت العجينه، وبعد كده لفتها رول على طول ما سبتهاش ترتاح. عشان لو سبتها ترتاح دي نقطة مهمة، العيش الفينو هيبقى هبط معاكي. فلا اول ما انت تعملها كورة وتروحي جايه لفها رول على طول كده دوت ما مش بيطلع الهواء اللي فيها. انا هعمل معاكم كذا واحدة بالطريقة دي. اهو لفتها، عملتها كرة الاول، تاني عملتها كرة، وبعد كده اول ما لميت الكرة كده بايديا رحت جايه فردها على الترابيزة وعملتها زي رول، وبططتها من النص كده عشان يطلع معايا عريض، ومن الجناب رحت جايه قافله كده ببوز من هنا وبوز من هنا عشان يطلع معايا نفس الشكل اللي احنا بنجيبه من بره بالظبط. بس طبعا مش هيبقى نفس الطعم ولا نفس الخفافين اللي احنا بنجيبه من بره. انت طبعا اللي عارف اللي بيجي من بره عيش الفينو عارف بيبقى خفيف قد ايه. فبالطريقه دي كده بتضمن ان العيش يكون مليان معاكي، وفي نفس الوقت العجينه بتاعتك من جوه تكون هشه، ويعني وتشبع عن اللي بيجي من بره. هعمل كمان معاكم واحده كده اهو. جبتها كوره
ورحت جايه لمها بايديا، ورحت جايه فردها رول على الترابيزه. في ساعتها ما تسيبيش الكوره، ما تسيبهاش كوره، يعني ايه، تسيبها على جنب ولا حاجه، لا، اول ما تلفيها معاكي روحي جايه فردها رول على طول. افردي على حسب، مش تفرديها قوي برضو بحيث ان هو مش يبقى رفيع معاكي قوي او مش يبقى فيه محمل عجين، لا، افردي كده لما يكون فيه عجين مظبوط، وبعدين ايه اقفلي من الحراف كده ببوز وكده. بس الكيلو دقيق طلع معايا كام رغيف؟ طلع معايا 20 رغيف. تخيلي بقى لما يكون 20 رغيف ومحمل معاكي وكده، يعني شوف هيكفي كام فرد. يعني انا يا دوبك الرغيفين بس كنت مستكفيه بيه. كنت انا عملت الصينيتين، كان هما 3 صواني طلعوا معايا. الصينيه دي على فكره يا جماعه جميله جدا في العيش. كده بعد ما طلع معايا، شايفين الهشاشه اللي هو فيه؟ شايفين طري ازاي؟ جميل ومضمون وحاجه نظيفه. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناه وتعملوا